تفوق الجبل والبحر، الوادي والسهل، الجزر والخلجان. طبيعة تجذب العين والأذن. جازان، أنت لأهل العشق منتجع، ولأبنائك تصنعين المستقبل والأمل. هو ابن المنطقة، صانع الابتسامة والأمل، ومحب الخير لقرنائه من أبناء هذه المنطقة، الأستاذ الكوميدي وائل خواجي. دعونا نتعرف على هذه الشخصية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساكم بكل خير. طبعا اليوم ضيفنا غير ضيفنا شخص طلع على السوشيال ميديا، شخص وصل، شخص شرف منطقة جازان، شرف المنطقة الجنوبية. مهما تكلمت، مهما بديت، مهما قلت، أنا ما حاوف فيه حقه. خلونا نشوف ونتعرف على ضيف اليوم مين حيكون. أستاذ وائل، ما قلت حلو، لازم تقول حلو. أستاذ وائل خواجي، سعيد جدا بتواجدك معنا. أنا اللي جدا سعيد بتواجدي معك رامي، وشرف لي أن أكون موجود على هالمكان وعلى هالبرنامج معك أنت ومع هالطاقم العمل الجميل. وأيا كان وجودنا فيه دعم الشباب، وفيه روح الدعابة والفكاهة وأي حاجة رامي بالله احنا معك. وائل خواجي، اليوم احنا حنكون مع بعض في كم دقيقة نتطرق لأسئلة في نص الجبهة. والله الجبهة عندك صعبة، خذ راحتك فيها. خذ راحتك فيها. أستاذ وائل، عرفنا على نفسك أكثر، يعني عرف الجمهور عن نفسك أكثر. أنت غني عن التعريف بس محتاج تعريف أكثر. وائل خواجي إنسان بسيط جدا، من مواليد الضبية بمحافظة صبية. طبعا طفولتي كلها كانت في خميس مشيط إلى الصف الأول ثانوي أو الثاني ثانوي. كملت ثالث ثانوي يعني ثانوية الضبية، بعدين طلعت إلى بريطانيا بدولة اسكتلندا، كملت دراسة. كان وائل بداياته بسيطة جدا. أنا حقولها لك باللغة العامية، وائل يعني حك وجهه في الأرض لين صعد للمسرح، لين لقى فرصة. أستاذ وائل، إيش سر النجاح بالنسبة لك؟ بتوفيق الله عز وجل. بتوفيق الله عز وجل. يعني وحدة سيدة مهما قلنا فيها من الجمل، من العبارات، لأنه فيها حقها، أفتخر فيها بكل مكان، في كل جلسات شبابية، كل تطوير للذات. فاطمة معافى ما أنساها، هذه المرأة ورا سر النجاح والخواجي. كثير من الأصدقاء، كثير من الزملاء، كثير من الأخوان، ولكن تظل فاطمة معافى في المقدمة. الله يخليها لك يا رب. بالله ايش رايك فاطمة معافى؟ كيف اسم؟ ما تحس اسم يجيب تفاؤل؟ فاطمة معافى، فاطمة معافى الوالدة أكيد يعني. لا أمي. الوالدة نعم. طيب وائل خواجي، سبق انك انت فشلت او مريت بمرحله انه انت ما قدرت تنجح فيها؟ نعم. ليه؟ اكثر من مرحله. وعلى فكره اي فشل يجينا انا انجح بعده على طول، لان ما في نجاح بدون فشل، بدون تعب، بدون ارهاق. مره من المرات رامي انا كنت واثق من نفسي اني انا حقدم حاجه حلوه على المسرح الفلاني. طيب، وكان الجمهور اللي موجود فيه من الجازاني. الناس طبعا وائل خواجي ما قدمها بالصوره المميزه، وكان اعتبرته لي فشل رغم ان الناس انبسطت وكذا. ولكن اذا انت ما مرت بمراحل الفشل ما حتكون ناجح. على فكره يا رامي، اجمل النجاحات اللي تجي بعد فشل. يعني بدايه النجاح الفشل. يا الله، لها طعم يا شيخ تتلذذ. عارف لما تكون في مكان حار وفجاه يجيك كوب مويه بارد؟ هذا هو نفس الشعور. انا عارف ان ما في علاقه بس نفس الشعور. جميل جدا. وائل خواجي، ايش اكثر نقد تواجهه؟ اكثر نقد تواجهه يعني شيء تواجهه، مو نقد. اكثر شيء اواجهه انه يجردوني من اصلي، انه انا مو جيزاني. لا، انا جيزاني. هذه مشاكل الان اعاني منها في الانستغرام، ان انا خواجي من ابناء مكه. لا طيب خلاص، ايش رايك نخلي الموضوع ناكل يا رامي؟ هذا كوكيز مون، اسر منتجه من الاسر المنتجه بس تحت رعايه المحل هذا. كل طيب ذوق اعطينا رايك. طيب بسم الله من فوق المتطبخ حتوسخني. طيب اعطيك حاجه ثانيه. خذ هذا. انت تحب اللون الاحمر صح؟ الله رومانسي بس مو وقته والله. طيب اول شيء يا رامي شكرا على هالضيافه الحلوه الجميله الرائعه. الله يسعدك. الله يسعدك.
لو سمحت لك الفرصة انك انت تتزوج مره ثانيه مرة ثانية؟ والله بقول لك بحاجه، انا ما حاب بدون لف ودوران. لا بدون لف دوران. انا ما حسوي لك مثالي، خليني واضح. حرمه يعني بدت معك من البدايات. انا زوجتي تزوجتها وانا باب الشهره، انا تزوجت زوجتي وانا من مشاهير جده، مو جيزان، جده كان ستاند اب كوميدي. جميل. جلست معاها ناقشتها، انا حاكوث كذا، عندنا عنصر نسائي في العمل، عندنا عنصر رجالي. قالت لي بالعكس، مكان ما انت تكون مبسوط انا معك. انا اقعد ب3 شهور 4 شهور داخل السعوديه وخارج السعوديه وما اقابل اولادي. مره صابره عليه، تبغى اتزوج عليها؟ لا ما حتزوج عليها. تعتبر دمه خفيف؟ لا، ليش؟ لان في فرق يعني بين انت ايش تبغى؟ طيب والله شوف يا رامي، انا مو اللي اقيم، الناس اللي تقيم يا رامي. كم تاخذ على الاعلان؟ والله بقول لك بحاجه، وانا المفروض اني ما اصرف، لكن والله ما ودي. انا اخذ، نعم اخذ مبالغ، يعني ما لا اخذ مبالغ، بس الجمعيات الخيريه، الاعمال الطوعيه ما اخذ عليها ولا ريال. ما تاخذ حتى الاسر المنتجه ما اخذ عليها ولا ريال. هل بيجي يوم نشوف وائل يمثل مع فنانات خليجيات؟ هو جاء انا قدمت مسرحيه في البحرين. لا تمثل، تطلع لها دراما اكيد. حتشوف. انا لو ما كنت في بدايه السنه هذه كان انا عرض علي احد المسلسلات، عرض علي مسلسلين. وهذا دليل انه مو هو وائل يعني متصنع او مثالي بطريقه اوفر، لا. كوني انا اقدم ماده محترمه تحترم الشخص المشاهد حقدمها. شيء ما في احترام للمشاهد ما حقدمه، لان ايش؟ المشاهد هذا اصلا هي امي واختي وزوجتي واخواني واهلي، فانا حقدم لهم صوره حلوه. باين عليك انك انت تبكي كثير يعني. مو ابكي كثير، انقهر كثير، وخاصه على الضعفاء. اي والله يا رامي، يعني ما احب اشوف احد خاطره مكسور او احد مظلوم. ترى وائل الخواجي لو سالته اكثر حاجه تكرهها هي 3 حاجات في حياتي، ما ادانيها مره: الكذب والظلم والخيانه. هذه ال3 حاجات انا ما احبها. لكن يا رامي انا بقول لك بحاجه، اللي يعيش مع الناس ويحس بهم وبالمعاناه اللي يعانوها، ترى يا رامي يعيش بسعاده. يا رامي ما احلاها تاكل خبز وانت جالس مع عامل في الارض، ما احلاها يا رامي انت تمسك طفل وتعديه بخط، ما احلاها يا رامي تلقى. والله يا رامي اليوم وانا في السوق اطفال متجمعين، والله يا رامي رحت معاهم وجالس اصيح معاهم، زوجتي وخالتي طالعون فيه، ايش في وائل؟ يضحكون وكلنا ومعاهم انا عند والله معاهم معايا اهلي عادي. هل الشهرة غيرت وائل؟ بالعكس، وائل غير الشهرة. ولا تسألني تقول لي كيف، أنا غيرت الشهرة، أنا استخدمتها إني أساعد الناس. الشهرة دائما تحول بعض الشباب، مو كلهم، بعضهم إلى الغرور وإلى الكبرياء وإلى منافذ أخرى تضيع من مصداقيتهم مع المجتمع. لكن وائل الخواجي أخذ الشهرة وطلع المكان اللي هو فيه لمرحلة ثانية. أنا عندي في جيزان مواهب، عندي في جيزان إعلاميين، عندي في جيزان مشاهير، أبغى أطلعهم. أنا ماني دايم، أنا ماني ضامن إني أعيش حتى الساعة 12 واحدة. شرف لكل شاب من جيزان أو كل موهبة إنه يطلع على وسيلة من وسائل التواصل أو باسم وائل الخواجي. لا والله يا رامي، المواهب الجيزانية يا رامي مثلك ومثل الناس الطيبة اللي عندها مادة محتوى هي تستاهل، مو وائل الخواجي. أبغى أقول لك فكرة وفي رسالة أوجهها من برنامجك لكل الناس اللي تقول جيزان مواهبها بس رجالية. لا والله، عندنا مواهب، وأكبر موهبة صادرة نسائية من جيزان اللي هم عايش شبيلي. هذه رسالة للجميع. إن شاء الله الأستاذ عايش شبيلي في حلقة من الحلقات حتكون بإذن الله ضيفة. تكفى تجيبني معاها يا رامي، تكفى. لا تكفى يا رامي، أنا من الناس اللي يحب الأستاذ عايش شبيلي والله. بس أتمنى إنه ما يطلع أي سؤال أو تسرب لها أي سؤال من الآن أمر عليها يا حبيبي أقول لها. طيب لو طلبت منك تصنف نفسك فين بتخليها؟ وائل شفناه كوميدي، شفناه مقدم، شفناه اللي هو ممثل، شفناه اللي هو مغني لا هذا منبرش. شوف قصدك شيلات؟ لا منبرش وداخل على وجهي. ماني يا حبيبي، صوتي مو بحلو. طيب صنف لي وائل فين؟ وائل اينما توجد الابتسامه بس تلقى وائل خواجي. بالله دقيقه خليني اعيد، عجبتني والله يا رامي. وائل اينما توجد الابتسامه حتلقى. طيب بالله ايش رايك؟ صفة تكرهها في نفسك؟ الاستعجال. متسرع دائما. جدا يا ما في عندك رأي بس ولا اي حاجه. لو جتك فرصة تغير شكلك ايش تغير؟ اشيل بدل عين اليمين اللي هي الميته اركب عين يعني. طيب لو كان وائل مو مشهور ايش بيكون؟ برضه حيكون مشهور. لو كان مو مشهور ايش بيكون؟ كان بيكون واحد من المجتمع. عادي. نعم.
كنت تتوقع في يوم تكون كذا؟ والله يا رامي مو غرور، بس اتمنى اني اوصل اكثر من كذا. انا اخطط من زمان، ترى رامي انا طموحي ما اوصل للشهره، طموحي اني اكون احد المؤثرين في المجتمع، بس هذا هو الطموح. جميل جدا. لو كان اخر يوم في حياتك كيف بتعيشه؟ اخر يوم في عمري صدمتك؟ لا والله. كيف بتعيشه؟ واي شيء تنفذ لي اي شيء يتنفذ لك والله. ان شاء الله. ايام ماسنجر اوف بيس، انا اكون رسل السلام ويعم السلام بالعالم. جميل جدا. بعد مشاركاتك في بداية هل واجهت مضايقات من فانزاتك؟ والله يا رامي شوف بقول لك في حاجه، احنا ما نتضايق من فانزاتنا، واللي هو احنا حاضرين يعني، وان شاء الله نحن نقدر نرد، مع ان احنا مقصرين في حقهم يعني، ما نرد عليهم سواء. لا جاوبني جاوب دبلوماسي، انا ابغى 1 زائد 1 يساوي 2. طيب يلا. جتك مضايقات من فانزاتك؟ لا ما جتك مضايقات من لا. فانزاتك؟ لا. طيب مشوار احسان كيف جتك الفكرة؟ احنا كان كل سنه نقدم برنامج كنا معهم، هذه السنه حبينا نطور بطريقه اجمل. السنه الماضيه كان نكون معهم ان احنا نروح لحاله انسانيه نعالجها وننهي قضيتها تماما بدون يعني زياره احد معنا وائل الخواجي. فهذه السنه قلنا ليش ما يكون في استوديو، يكون في مشوار، يكون في باص، يكون في مشاهير، يكون في اطلاع اكثر. ترى العمل التطوعيه والله اجمل واربح التجاره مع الله عز وجل. وعلى فكره ترى اي ريال يطلع والله ان الله عز وجل حيعوض خير منه، ودبل الدبل دبل الدبل. والله يا رامي ما في ريال يطلع من جيب اي شخص لمكان خيري الا ربي يرد باكثر. الحمد لله الحمد لله. استاذ وائل، في طبعا هدية مقدمة لك من فريق العمل ومن من هم في الإعداد ومن بنكيك بنجاح وائل الخواجي. والله الشرف لي يا حبيبي. وباللي قدموا وائل الخواجي. طبعا هذه الهدية مقدمة من بنكيك والله نصرة البرنامج، وحنحتفل فيها بنجاحك يا استاذ وائل. وائل الساعة هذه لا الساعة لا الآن جمهورك كلهم عارفين الساعة هذه. خلينا نقص مكان ثاني. طيب أنا أبغى هنا هذا الخشم. الخشم. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله بسم الله بسم الله. طبعا شكرا لبنكيك. اي والله على هالكيكة الحلوة وبيض الله وجيهكم. الكيكة الجميلة ويعطيكم ألف عافية. وائل ايش النكهة اللي تحبها؟ ان شاء الله انه النكهة اللي تحبها. يا حبيبي كل شيء يجي من هالبرنامج احبه. الان حتاخذ طلب من الطلبات وحتنفذه، اذا لو ما تبغى تنفذه خلي الطلبات زي ما هي. تم اوكي. طيب توكل على الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الفها ولا ما يحتاج؟ تلفها ايش حبيبي؟ بنسحب على جائزة احنا؟ والله مو انا. مين اللي كتب الطلب هذا؟ اعترف يا رامي. ما هو انا. اعترف. انا تكفل بافطار في مسجد الحي الذي تسكنه. وهذا الافطار باذن الله حيكون باسم هالبرنامج، لان هالبرنامج جالس يقدم خدمه للمجتمع. وبرضه يا رامي اذا تسمح لي يعني هديه مني لطاقم هالبرنامج كبدايه له، مو بس تكفل بافطار في هالمسجد، تكفل بافطار في المسجد، وتكفل باذن الله بليله مجانيه كامله باسم هالبرنامج لدار الايتام في محافظه صبيح. الله يعطيك العافيه. هذا ما عهدنا من وائل بصراحه يعني. ليله ترفيهيه يا حبيبي. ليله ترفيهيه. ايوه كويس. اللي تبغاه يا وائل احنا معاك. الله يسلمك. رساله لكل الناس اللي تشوفوا الخواجي في شهر الخير من خلال هالبرنامج، اقول لهم تكفون. حلو انك انت تقدم الخير وانك تساهم في افطار الصائم بالمسجد، ولكن لا تنسوا اخوانكم الفقراء والمساكين اللي ساكنين جنبكم اللي ما عندهم الجرأة انهم يتكلموا. فرصه لكل من يتابع هالبرنامج الجميل ويتابع وائل الخواجي انك تفكر في مستقبلك وطموحك، وترى الحياه لا توقف على شيء. استمر وفالكم التوجيه وغدا اجمل. وائل الخواجي في نهايه الحلقه في نهايه البرنامج شكرا لك على اللقاء الجميل. شكرا لكم انتم متابعينا. طبعا كان ضيفنا زي ما شفتم وزي ما عهدتم وائل الخواجي. انتظرونا غدا باذن الله بضيف جديد. نشوفكم على خير. باقي بقول حاجه قبل ما يسكروا الكاميرا، لا تنسوا من اللايك والسبسكرايب. بالله كيف يا رامي.